السلام عليكم. معكم ام اوس. اليوم بلا شيف لانه اني اختكم وامكم وصديقتكم ان شاء الله دائما يا ربي. شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم اريد اسوي لكم معكرونه شكل جديد. متاكده يعني هواي يعرفوها، يمكن هذه الباستا. هسه اطلعها واراويكم اياها. طبعا كلش طيبه كلش طيبه. هاي بهالطريقة تصير، هاي شكلها، وعلى يعني مثل الرولات تجي تقريبا. زين. هذه نسويها اليوم، هي مثل طريقة الاسباجيتي. هذه نص كيلو. فترة السلق مالتها هي يعني هذه النوعية بالذات تتحمل سلق، بس احنا ما راح نسلقها كلش هواية، حتى ما تذوب عندنا كلش هواية. يعني سلقها مو مثل فترة السباجيتي العادية او المعكرونة. هذه تقريبا من 5 إلى 7 دقائق. هاي تاخذها تقريبا 10 دقائق واكثر حسب النوعية النشا اللي موجود بيه بالقمح. مبدئيا هذه نسلقها كالعادة بمي مغلي، نغلي للمي يلا نضيفها ورشة ملح وملعقة زيت. المكونات الإضافات الخضار انتم حسب رغبتكم شنو اللي يعجبكم. أنا اليوم دا أسويها بصدر دجاج هذه، وطماطة وفلفل وثوم وبصل، وانتم شنو رغبتكم، شنو اللي تضيفون بعدين انتم حسب رغبتكم، وأزينها بعدين بالذرة، أصابع الذرة الصغار. البهارات هم حسب الرغبة، بس أنا اليوم ما راح أسوي بيها صلصة، أسويها ملونة. سماق، هاي ملعقتين سماق، ملعقتين خضار مجففة، ملعقة استكان زعفران، صفار الزعفران، والبابريكا همينة ملعقة استكان صغيرة. هذا الفلفل الأحمر الحلو. هسه أروح أقلي هذول كلهم وأسلق الباستا. ونسيت الدبس الرمان، هذا صديق العائلة. وأرجع لكم. عيني ضفت كل البهارات، يعني جزء جزء، كل شي نص من المقادير اللي شوفت لكم إياها، ودبس الرمان وشوي نرشة مي صغيرة كلش حتى تستوي لي كل الحشوة. هاي قليتهم كلهم، حتى الفلفل والدجاج والبصل كلش يستوون عندي. طبعا بهاي المناسبة أحب أقدم شكري إلى أختي وحبيبتي صديقتي أم فراس، الشيف أم فراس من مطبخ العائلة العراقية، على وقوفها وياي ومساندتي ودعمها لقناتي. وأحب أوصل لها عن طريقكم بالشكر، وأتمنى لها يا رب الموفقية والصحة والأمان والسلامة، والله يمشي لها كل أمورها ويحفظ لها أولادها. ترى هي كلش عزيزة علي، وأنا متأكدة كلكم تعرفوها، فد إنسانة طيبة لدرجة الحمد لله. فتحياتي إلها من كل قلبي. هاي عيني بهالطريقة صارت، وما أحلاها. بس أنا رشيت لها رشة ملح ملعقة صغيرة، وأرش عليها هاي باقي البهارات، وأقلبها شوي هنا. وما راح أضيف لها بعد زيت، لأنه الحشوة بيها زيوت. وراح أخلطها ويا كل المكونات. هاي عيني خلصت بهالطريقة. وانتوا على فكرة تقدرون تخلوها بلونها الأبيض، وخلون عليها الحشوة بهالطريقة.
وحشوة وياها. وشوية سلطة بجنبها وصحتين وألف عافية. وتحياتي لكم كلكم، وأتمنى إن شاء الله هاي الوصفات تعجبكم وتفيدكم. مع تحيات أم أوس. وهذا التزيين الأخير حبايبي، إن شاء الله يعجبكم. مع تحياتي.